كاينين شي قصص كتنساها مع الوقت، ولكن كاينين قصص اخرين كتبقى تابع صحابهم طول حياتهم. قصة اليوم كتبدا بزواج عادي، ولكن كتحول تدريجيا لبزاف ديال الاحداث اللي غريبه، ملي كتدخل طقوس مجهوله واسماء مرعبه على الخط. شنو وقع من بعد؟ شنو هي القصه؟ هادشي هو اللي غادي نعرفوه في هاد الفيديو ان شاء الله. المهم قبل ما ندخلوا في التفاصيل ديال القصه، دير لي زيات وجيب شي حاجه تاكلها ولا تشربها وعيش معايا القصه. السلام عليكم. سميتي وفاء من مدينه تطوان. في حياتي دوزت بزاف ديال القصص والغرائب، واللي غادي نعاود لكم وحده منهم في هذه القصه ان شاء الله. غادي نرجع شويه بالوقت اللور حتى قبل ما نزاد انا. المهم الوالده ديالي تزوجت وهي صغيره بزاف، كانت باقا حتى ما كملش السن القانوني ديال الزواج، وما حملت بيا حتى دازت 7 سنين. ولكن هذا الحمل ما غاديش يكون عادي. المهم الام ديال الوالده ديالي واللي هي جده كانت خايفه على بنتها لا تطلق، حيت عطلات باش تحمل. وانتم عارفين في ذاك الوقت هادشي ما كانش عادي، ماشي بحال دابا. هادشي اللي خلاها ما خلات فين دارت بيها عند العشابه، واللي كانوا اي حاجه كيعطيوها لها كتشربها. هادشي كان كيأثر لها بزاف على الصحه ديالها بلا ما تشعر. من بعد ولاو كيمشيو حتى لعند الفقهاء، كيعطيوها شي بخور باش تطلقوا في الدار وتبخر بها راسها قبل ما تدخل لبيت الناس. لدرجه واحد في هذوك الفقهاء مشى بعيد وقال ليها ملي تكوني مع راجلك بقاي تذكر هاد الاسماء هادو اللي غادي نقول لك، واللي كانوا اسماء غراب ديال ملوك الجن. هادشي غادي نعرفوه من بعد، حيت بحثت عليهم من بعد ما لقيت الورقه بين الحوايج ديال الوالده. ما علينا. واحد المره كان دخل الوالد وغادي يحصلها كدير في داك البخور، وعطاها قتله ديال العصا وجرى عليها من الدار. خرجها في النص ديال الليل، وحتى الدار ديال جدة الا بغات توصل ليها كان خاصها طاكسي. دازت غير عند واحد صاحبتها هي اللي عطاتها الفلوس ديال الطاكسي باش مشات عند جدة. والوالد ما سولش فيها نهائيا حتى واش وصلات ولا لا. المهم بقات تقريبا شي شهر مع جدة، وهنا ولات كتشوف ديما باللي كيوقفوا عليها مرا وراجل اللي كان سمر وغليظ شويه ولحيته وشعره طوال. والمراه الوجه ديالها كان كحل وكتكون لابسه ديما جلابه، وهي اللي كانت كتهضر، اما الراجل كيبقى غير ساكت. فاش وقفات عليها المره الاولى قالت ليها انا في الاول ما بغيتيك تزوجي، وشحال عكست ليك، ولكن انت اللي بغيتي. وفي المره الثانيه اللي وقفات عليها شافتها باللي لبستها واحد العقيق ديال الجوهر كحل، وقالت ليها بقاي ديما تدوشي بيه. والغريب في الامر ان الوالده الغد ليه شافت جده كانت دايره نفس العقيق اللي حلمات به، وكانت ما عمرها ما شافتو عندها، وغير شافتها جده كتشوف فيه وهي تحيدو وعطاتو ليها بلا ما تقول ليها حتى حاجه. خداتو من عند الوالده ودارتو في عنقه وولات كدوش به. وفي هذيك الايام الام ديالي غادي تكتشف باللي راه حامله. هنا جده غادي تعيط للجده الثانيه من الوالد وقالت ليها شنو كاين، ومن بعد جاو كيطلبوا منها السماحه. والوالد ملي عرفها حامله رجعها معاه للدار ولاو كيتعامل معاه مزيان. اما واحد عمتي ولات كتهزها وتحطها غير بالسحاره، حيت عاود ليهم الوالد بلي لقاها كدير ليه البخور، وكانوا الا جاو عندنا للدار ما كتبغيش تاكل من داكشي اللي كتوجد الوالده. المهم فاش حملت بيا كانت كتمنى تولد ولد وماشي بنت، ماشي على قبلها هي وانما على قبل الاب ديالي، حيت كان مصدع عليها راسها بالولد. المهم في ذوك الايام ولات كتشوف احلام غراب، كتشوف راسها ديما في الحمام، وذوك الحمامات القدام اللي فيهم البرمه. كتشوف واحد المراه كتغسل ليها ما كانش كيبان لها وجهها. وفاش دارت 7 شهور بدات كتشري الحوايج ديال الدراري بلا ما تعرف راسها شنو عندها. وواحد الصباح كانت كتصلي وهو جا واحد الصوت في ودنها، والصوت كان واضح ديال المراه، وقالت ليها انت راك غتولدي بنيه ماشي ولد. وبقات كتقول لها حتى البنات راه فيهم الخير. وهنا الوالده ما بغات تقول للوالد والو، حتى ولدتني وجيت انا لهاد الدنيا. وهو غير سمع الحس ديال البنت غبر وما جاش عند الوالده. غير جدنا مسكينه هي اللي خرجتها من السبيطار وجابتها للدار وبقات معاها في ديك الفتره ديال النفاس. وهنا كيف كنت قلت باللي بدا كيرجع لها داكشي اللي كانت كتشرب، ولات كتحس بالرعب في نفس الوقت والعيا.
وواحد المره كانت كتردع فيا وجديها متكي حدانا نيت في البيت، وهي تبدا تغوت بحال رجهتها، كانت غتلوحني من يديها. شداتني جداتي في اخر لحظه وبقات كتسولها مالك شنو عندك. قالت ليها البنت ماشي طبيعيه، الوجه ديالها كيتسيف عليا وعينيها كيوسعوا. بقات جده كتقول ليها البنت وجهها عادي ما فيه حتى حاجه. مرة أخرى كنت عرقانة وعكزت دوش ليا حيت خافت لا يضربني البرد حيت كان الليل ديك الساعة، وبغات تخليني حتى للصباح. كتحلف بالله باللي حلمت بوحدة هزاني وكتخوي عليا الماء وكتغسل ليا. ملي فاقت في الصباح ما تيقاتش داكشي اللي شافت. حوايجي كانوا مبدلين، ريحتي نقية ودايرين ليا القماط. بقات كتسول في جداتي واش انتي اللي غسلتي الوفاء. قالت ليها لا بنتي انا بحالي بحالك عاد فقت. فاش بقات كتعاود ليها قالت ليها صافي راه الدراري الصغار كيكونوا كاملين معاهم الملائكه. المهم دازت هاد الحاله وملي كملت شهرين ما بقيتش كنبغي نرضع منها واخا كتبزز عليا. وعلى ما عاودت لي جده واحد المره وقع هادشي وهي فايقه، كانت كتصلي وكتحس بحال معاها شي واحد زين، وحسات بالبيت باللي برد بزاف. دارت كتشوف بنص عين كتبان لها مرا لابسه الابيض شاداني بين يديها وكتردعني. مع سالات الصلاة ناضت هزتني وانا نرجع داكشي كامل اللي شربت واللي كان بحال الحليب بيض نازل ليا من فمي. وهادشي كامل فاش كانت الوالده كتبقى تعاود لجدها كتقول ليها ما عندك مناش تخافي، الدريه راه عندك بجواده. المهم هنا الوالده تخلعات عليا ولاو كيديوني عند واحد المراه تفرك ليا راسي، كانوا كيديوني عندها كل 15 يوم. اما الوالد ديالي من هادشي كامل كان كيفضل يخرج مع صحابو وما كانش كيتسوق لينا. حتى من الحليب هو الاخر ما كانش كيبغي يشري ليا من الفارماسيال. كانت كتقول لي الوالده راه ما كتبغيش البنت ترضع مني، كيقول لها حنا كبرنا غير بالحليب ديال الماعز عطيه ليها تشربو. واحد المره فاش داوني نيت عند ديك المراه وهي تشد الوالده في يديها وقالت ليها باللي وقفات عليها جنيه بين الفياق والناس، وقالت ليها قولي لفلانه راه انا كنرد عليها بنتها وكتصبح شبعانه. الوالده تخلعات وبقات كتبكي وهذيك المراه كطمن فيها وكتقول لها بالعكس راه معاها رفقه صالحه كتحميها ما عندك مناش تخافي. في هذا الوقت كانت الصحه ديال الوالده بدات كتعيا بسبب من جهه الاعصاب اللي كيعصبها الوالد، ومن جهه اخرى داكشي اللي كانت كتشرب رجع عليها كامل وولات ضعيفه بزاف وغير معصبه. ورجعت كتحلم بزاف بداكشي. وواحد المره كانت جدتي مشات في حالها لدارها والاب ديالي كيخرج بكري كيمشي للخدمه وكتبقى هي متكيه عاد كتنوض. ومع السهر معايا في الليل كتبقى ناعسه شويه الصباح. واحد شويه حسيت بلي الفراش كيتقال. دارت وهي تشوف راجل حداها عاطيها بالظهر ولابس جلابه وظهره مقوس وقصير داير بحال شي قزام وعنده الشعر في عنقو بحال شي قرد. وهي ترجع دارت لعندي وجراتني وبقات كتقرا القران وتذكر الله حتى غبر. وهي تنوض هذيك الساعه عيطات لجده اللي جات كتجري لعندها وبقات كتعاود ليها في داكشي اللي شافت وهي تقول ليها جده راه يمكن بنتي غير كتخايلي. الوالده كانت كتعصب حيت جده بحال اللي ما كانتش كتيق بهذاك الشيء اللي كتقول ليها. المهم الامور ما حبستش هنا لدرجه ولات كتحلم براسها مع راجل اخر من غير الوالد. في الاول كيجي عندها ضحك كتكون الصفه ديالو بحال الانسان العادي، ولكن غير كتبدا تقرا عليه القران وجهو كيتبدل وكيخرج بصفه اخرى. ولاو كيبانوا عليها اعراض اخرين بحال ديما اللي كان كينزل منها الدم حاشاكم، واخا ما كتكونش في الفتره ديال الحيض ديالها. وديما كتحلم بداك الجن كيجامع فيها غير في ديك الفتره بالضبط، وغير كتبدا تصلي وتدوش وتنقي حالتها كيبعد عليها. هنا جداتي داتها عند واحد الراقي وملي شرحت ليه الظروف ديالها ما خداش من عندهم الفلوس. بقى كيقرا عليها شي ساعه تقريبا هو ينطق فيها صوت راجل قال ليه شكون انت؟ طلع عندي نهضر معاه. قال لي ما طلعتش حيت خايف منك، طلعت غير باش نقول لك اللي كاين وانت راك ما تقدرش عليا. وبقى كيقول لي داك الفقيه شكون انت؟ كيسولو وكيعاود. قال لي واحد السميه في شكل ما عمرني سمعت بحالها. هو يقول لي الفقيه شنو بغيتي؟ قال ليه ما بغيت والو، راه هي اللي كانت كتنادي بسميتي فين ما كانت كتكون مع راجلها في الفراش. كانت كتردد سميتي وتعاودها وانا جيت دابا وليت باغيها وبغيت نفرق على راجلها واللي اداها غادي نرزيه في صحته. المهم جده هنا كانت غير كتسمع وكتحسر وكتبكي على الحال ديال الوالده. وهو يقول لهم الفقيه باللي راه هاد النوع ديال الجن صعيب بزاف
ومعروف في جنوب افريقيا كيخدموا به في الساحل الافريقي، وانا ما عنديش خبره مع هذا النوع. صافي عطاها غير 4 تحصينات وواحد الزيت مصايب بالمسك باش تبقى تدهن بيه كل ليله. وفعلا تبعات وشدات في صلاتها ولات شويه على ما كانت في ديك الايام، لدرجه تصوروا معايا كانت كتكون واقفه في الكوزينه حتى كتحس بشي واحد واقف من وراها وكيتنفس حداها، ولا شي حاجه دازت من حداها بالزربه مع كدور ما كتلقى والو. ولا بعض المرات كتكون شي حاجه محطوطه وما كيقيسها حد حتى كطيح غير راسها. هادشي كامل غير باش يلفت الانتباه ديالها. كان كيخسر ليها الوضوء وكيف قلت لكم ديما عندها ايموراجي وديما كينزل منها الدم حاشاكم. وملي كتمشي عند الطبيب كيعطيها الدواء ولكن نفس المشكل كيبقى. المهم كانت عانات ديال بصح في الزياده ديالي. وواحد الليله كان الوالد جا ولقاها ما دارت العشاء، كانت عيانه بزاف وبقى كيغوت ويهرس عليها في الماعن ووصل لدرجه انه يضربها كاع. قال ليها لا الصالحه الا ما ديريش ليا العشاء. صافي ما جاوباتو ما والو، جمعت حوايجها وهزاتني ومشات لعند جده وبقات غير كدعي عليه. وتصوروا معايا مع 2 ديال الليل تقريبا غادي تعيط ليها جده الثانيه واللي هي موت الوالد. عيطت ليها وقالت ليها فلان راه شدو البوليس. قالت ليها علاش اش وقع؟ قالت ليها كان خارج باش يتعشى وضرب مع شي واحد عنده كروسه وضربو وما بغاش يدير ليه التنازل، واخا عطاتو عمتي الفلوس ما بغاش يتنازل. صدق دوز فيها 3 شهور ديال الحبس. ما تصوروش عمتي وجده شنو جاو داروا الوالده بالمعيور والسبان، حيت زعما هي السبب. كل لقاها موجده ليل العشاء ما كانش غادي يخرج. واش تقدر تقولوا من تماك خسرت علاقتهم وما بقاوش كيحملوها بمره، وحتى انا معها. وملي خرج هو من الحبس حلف باللي ما بقاش يرجعها ورفعوا عليها دعوه ديال الطلاق وتفارقات هي وياه. خرجوا ليها النفقه ديالي. في الاول كان كيعطيها ليها ومن بعد ما كملت انا 6 سنين شراو ليه كونطرا وخرجوا من المغرب ومشى لاسبانيا. اما انا كانوا كيدوني عندهم غير في العيد والمناسبات وما كنتش كنبات معاهم. وهو اصلا ما كانش مسوق ليا، غير كنمشي انا كيخوي هو الدار. المهم من ورا ما مشى هو للخارج الوالده لقات راسها مضطره انها تخرج تخدم، حيت جده مرا كبيره وعندها غير 2 خوالاتي اخرين ومزوجين، وحتى هما ظروفهم الماديه على قد الحال. ما خلات الوالده حتى خدمه ما خدمتش فيها. وواحد النهار شافها واحد الراجل مكرفصه في خدمتها وهو يقول لها واش تخدمي عندي في الحمام ديالي. سيدو قال له واش تخدمي عندي في الحمام ديالي. ما هو كان عنده حمام شعبي قديم. صافي داكشي اللي كان. الوالدة جاتها فرصة فين تخدم خدمة اللي مزيانة، ووافقات باش تمشي تخدم معاه. ولات مقابلة ليه لاكيس كتقطع الوراق، وفي نفس الوقت إلا بغات شي وحدة تحك لها ظهرها كتدخل لعندها وكيدورو معاها بداكشي اللي كيسخيها من الله. مرة تجيب 20 درهم، مرة 50 ومرة 100 كل نهار والرزق ديالو. وفاش كنت كنكون خارجة أنا من المدرسة كنت كنمشي عندها للحمام وكنت كنشوفها شحال كضرب ديال التمارة، وكانت كتبقى فيا الصراحة. وكنت حتى أنا بحال داكشي اللي عاودت ليكم على الوالدة كنت كنحلم براسي ديما في الحمام وشي وحدة كتغسل ليا. وواحد النهار كانت عندي العشية خاوية وما لقيتش جدة في الدار، ومشيت عند الوالدة للحمام. لقيت جالسة في البلاصة فين كيحطوا الرزاني، وفي هذاك الوقت كان الحمام خاوي والوالدة كانت كتحك لواحد المرا لداخل. قالت لي غير نسالي ونخرج عندك باش نتغداو. كان داك النهار بالجمعة. المهم الناس كيجيو للحمام، وواحد شوية وهي توقف عليا واحد المرا طويلة، واللون ديال وجهها كان غامق بزاف، ولكن ملامحها كانوا زوينين. دايرة واحد العقيق كحل في عنقها ومعلقة فيه اللويس، وهازة رزمة كحلة فوق راسها. وبقات ساهية فيا كتمشي للبلاصة اللي كيجلسوا فيها وكتعاود ترجع لعندي. وواحد شوية ويجي يقول لي دخلي تغسلي. قلت ليها لا راه ماما مشغولة حتى تسالي. وهي تقول لي غير دخلي انا غنغسل لك، راه كنت كندوش لك ملي كنتي باقا صغيرة. المهم صراحة انا تخلعت وبقيت غير ساكتة كنشوف فيها كيفاش كدور وكتحرك في البلاصة. واحد شوية بانت لي دخلات مع الباب ديال الحمام، وما كاملاش حتى 5 دقايق خرجت الوالدة. وانا نسولها قلت ليها وهذيك المرا اللي عاد دخلات واش ما غاديش تحكي ليها؟ قلت لي اش من مرا، راه كانت عندي غير هادي هي الاخرى راني ساليت ليها. قلت ليها لا راه دخلت مرا اخرى كحله وطويله. رجعت الوالده للحمام باش تاكد، لقات الحمام خاوي. توسوسات وفي نفس الوقت ما قدرتش تكذبني،
حيت حتى هي كانت كتعاني من داكشي اللي كانت كتشوف، وكان جدها قليل فاش كتشيقها. ومن هنا غتبدا القصة ديالي معاها. واللي نقدر نقول لكم باللي السمية ديال هاد الجنية عمري ما سمعتها ولا عرفتها، وهي البلايص المفضلين ديالها هما الحمامات الشعبية القدام. تما كتسكن، واللي كتكون غالبا عند المراوات، واللي كتكون عندها كتحلم براسها ديما في الحمام ديال الزنقة كتغسل. وفاش كتفيق تقدر تشم في راسها ريحة الصابون والأعشاب، خصوصا ريحة الخزامة والحنة والقطرة. المهم، واحد المرة كنت مشيت للدار عند جدة الأخرى، مشيت دوزت معاهم داك النهار، وعمتي كانت حاطة واحد السباغة ديال الضفار فوق الطابلة، وأنا بلا ما نقصد قزتها وهي طيح وتهرسات. هي كانت في الكوزينة، جات كتجري، غير شافتها مهرسة وهي تجمعها معايا بواحد التصرفيقة حتى طاحت للأرض. وجدة شافت هداك الشي، وفي عوض ما تجي مني بقات كتقول لي: مزيانة لك، انت اللي كطيري ويدك خفيفة. كنقسم لكم بالله وانا باقا معاهم في الدار، وهي دخلت باش تدوش وهي تزلق وطاحت على يديها وتهرسات. من وراها جات الوالدة باش ديني، وديك جدة قالت لي: اخر مرة تجيبيها عندنا واخا تصالحنا من بعد، ولكن علاقتي بهم بقات محدودة. عمرني نسى داكشي اللي دوزو عليا. المهم، في الليل فاش رجعنا وهي توقف عليا مرا، بحال الا بيني وبينها بحال الحجاب، بحال شي ريدو واقفة هي من وراه، ولكن كيبان لي الشكل ديالها. قالت لي: ما تبقايش تسمحي في حقك، الا ضاع عيطي ليا غير بسميتي ونحضر معاك. وفعلا فين ما كيظلمني شي واحد ويبكيني ما كندعي عليه ما والو، حتى كتجي لعندي. بحال واحد النهار كنت راجع من المدرسة ودايزة عند الوالدة للحمام، حتى كنسمع الصداع. فاش دخلت كنلقى جوج عيالات شادينها وتعداو عليها بالمزيان، وجهها كله قمشولة. وكنت فين ما كنفكر هاد الواقعة كنبكي حيت حسيت بالحقرة داك النهار. المهم، انا مشيت نيشان عند وحده فيهم، ومع انا صغيره ما غنقدرش عليها عطيتها من يديها، وهي تهزني ولاحتني، وكاع اللي كانوا حاضرين قالوا باللي 100% البنت غادي تكون تهرسات. ولكن الحمد لله ربي نجاني، والله ما نزيد عليك من راسي. غير هما لبسوا خارجين كيجريو، وهي تخرج فيهم هونطه، شتاتهم بجوج. وحنا باقيين في الحمام، الوالده كتسولني واش كتضرك شي بلاصه وهي تدخل الطيابه الاخرى. وقالت ليها: ربي وقف معاك اختي، خرجي وشوفي بعينك شنو وقع ليها. تصور دزنا من حداهم بجوج مليوحين في الارض، والامبيلونس تعطلات والناس مشوقين عليهم. المهم، كانت البنت غير مقصحة، ولكن امها جات فيها الدقة في الراس وبقات شحال وهي كوما. وفاش البنت خرجت من السبيطار الناس كانوا يبقاو كيقولوا ليها: سير طلبي السماحة من المرا اللي تعديش عليها انت وامك. وفعلا حتى لواحد النهار جات عندنا كتدق وبقات كطلب السماحة. الوالدة قالت ليها: إلا سامحتك بنتي نسامحك حتى أنا. وهي تجي حدايا وهي تطلع فيا الميمة اللي قلت ليك عليها باللي كتاخد ليا حقي. وقالت ليها: تعديتوا ليا على بنتي، هذاك الشيء اللي وقع لكم قليل في حقكم. البنت عرفتني باللي ماشي انا اللي كنهضر، وزادت تخلعات. بقات ليها غير جدة تبوس لها يديها، قالت ليها: قولي لحفيدتك وبنتك يسمحوا ليا. وهي تعاود تجاوبها هذيك النيت اللي طلعت فيا، وقالت ليها: تخرجي قصاري ديال الكسكسو وثلاثه ديال الجوامع ويكونوا مباعدين، ورا امك ديك الساعه غتولي لاباس. وغير دارت هادشي اللي قالت ليها وهما يعيطوا لها من السبيطار، قالوا لها: امك راه فاقت. دازت الوقت وجاو عندنا هي وامها كيطلبوا من الوالده عاوتاني السماحه. المهم، بغيت نعاود لكم شي مواقف كانوا كيطراو ليا في الصغر، واللي كانوا كيجيوني غراب. بحال بعض المرات كنت كنفيق كنلقى شعري مضفور، وانا متاكده باللي كنعس بيه مسرح. شكون اللي كيضفروا ليا الله اعلم. ومع كان شعري طويل تبارك الله وكلشي كيقول عليه زوين. واحد المره ناضت جده قالت لي: راه الشعر الطويل كيضعف، ومشات وقطعاتو ليا. وهي تحلم في الليل بواحد المراه كتبكي وكتقول ليها: علاش قطعتي الوفاء شعرها؟ وقالت ليها: نوضي دابا جيبيه وسيري دفنيه في الروضه. ما هي كانت لاحشو في الزبل، خرجت بقات كتقلب عليه حتى لقاتو، وجمعاتو في واحد التوب وداتو للروضه. تصور انه رجع خلف ليا وطوال بواحد السرعه خياليه. ومن تماك ما بقيتش كنعاود نقطع. وواحد المره غنحلم بالوالد ديالي اللي ما شفتوش ملي كانت في عمري 6 سنين. فاش حلمت بيه كانت عندي 10 سنين تقريبا. المهم،
فقت هذاك الصباح كنبكي عليه وهي تجي عندي الوالدة وقالت لي شنو فكرك فيه. قلت ليها راني حلمت بيه وراه واقع عليه شي حاجة. المهم مشات الوالدة لخدمتها ومن بعد ما سالات مشات لعند جدة وعمتي كتسولهم عليه. واخا ما كانوش كيحملوها ولكن عطاوها اخبار. قالوا ليها بلي راه جا المرض الخيب وكان يلا قاد وراقو تما. وجاب الله انه كان عنده التغطية الصحية ولكن ما لقاش اللي وقف معاه. كان كيمشي للسبيطار بوحدو كيديروا ليه الشيمي. المهم هي كانت عندي واحد الحساسية عالية واللي كنحلم بها ولا كنتوقعها كتصدق بصح. من بعد ما دازو سنين وكبرت شوية الوالدة كانت مازال خدامة في هذاك الحمام. واحد الليلة وهي توقف عليا ديك الجنية اللي كتسكن في الحمام. وقفت عليا وقالت لي ايوا بنتي راه جا الوقت فين تكبري بيا وتشعلي ليا الضو ديالي. مع كبورة بنت ميمون وهذه هي السمية اللي قلت لك غريبة حيت هاد الملكة ما معروفاش بزاف. اللي كنقولوا ليه كبورة كيبقى غير يشوف فيا المعلومات عليها قلال. المهم هذه كانت رؤية بالنسبة ليا وماشي حلمة عادية. كنشوف نفس المرأة اللي كنت شفتها وأنا في عمري 6 سنين. مرأة وجهها كحل ملامحها زوينين وحازمة راسها بزيف كحل ودايرة رزمة صغيرة فوق راسها. شفت اخويا بنت في الحمام هازة شمعة بيضاء وكدور. المهم الغد ليه عاودتها للجدة والوالدة واللي ولاو كيتيقوني حيت صافي كبرت شوية وليت عارفة شنو كنقول وكنفرق ما بين الخيال والحقيقة. جدة الصراحة خافت ولكن الوالدة شرات ليا شمعة وتسنات حتى خوا الحمام وشعلتها ليا وانا كندوش. وحاجة اخرى انها ملي كتكون طالعة فيا كيولي اللون ديالي سمر واخا انا بيضة في الاصل. المهم ملي ساليت وخرجت وليت كنضحك غير بوحدي وديك الشمعة والله ما لقيناها. دخلت الوالدة من ورايا باش تهزها ما لقاتهاش وما يمكنش تكون دابش كاملة في نص ساعة. صافي من وراها ولات قاعدة الى يومنا هذا. فين ما كتوقف عليا كنشعل ليها ضوها كندخل الشمعة للحمام ونبقى نغسل حداها. وكانت هذيك الشمعة واخا كيطير عليها الماء ما كانتش كطفى. ومن غير كبورة ولمي ما عيشة ولا كيوقف عليا حتى ميمون من بعد ما كملت 16 عام. وواخا هادشي كامل قصتي ما غاديش تسالي هنا. داكشي كان غادي وغير كيتزاد. وليت كنمشي للحمام 2 حتى 3 المرات في السيمانة. وكون ما كانت جدة والوالدة كنت غادي نمشي ليه يوميا. ولاحظوا فيا باللي وليت كنلبس الكحل بزاف وديما مكحلة عينيا لدرجة اللي شافني كيقول الوالدة مال بنتك ديما لابسة الكحل. وحتى في المناسبات والأعراس كنلبس غير الكحل حيت هو اللي كيجي معايا وغير كنلبسو كنتنور كنحس براسي مرتاحة فيه. وواحد المرة أخرى كنت راجعة من الليسي وأنا ندوز عند عمتي وجدة للدار. دقيت عليهم وأنا كلي كنترعد. شافتني عمتي في هذيك الحالة دخلاتني وبقات كتقول ليا مالكي اش واقع ليك. وانا نقول ليها جيت غير باش نقول لك باللي راه الوالد مات. قالت لي اش كتخربقي راه هو غير البارح هضر معانا وراه بخير ولا شويه من المرض اللي فيه. قلت ليها لا راه مات وهي تقول لي جدة سكتي سكتي المسخوطه وسيري بحالك ما حنا على فالك. المهم دازت 3 ايام على هادشي وما عاودت سولت فيهم. عمتي غادي تعيط على واحد صاحب الوالد عندها نمرتو باش تسولو. وهو يقول ليها اختي راه غير مشات لي نمرتك راه كنت بغيت نعيط ليك ونقول لك باللي فلان راه مات الله يرحمه شي 3 ايام هادي. تصدموا فاش سمعوا هاد الهضره وهما يعيطوا للوالده ديالي وقالوا ليها بنتك كيفاش عرفاتو مات. وتفايلت عليه. فسولاتني الوالده قلت ليها باللي راه ما عرفش اصلا كيفاش حتى خرجت هذيك الهضره. المهم من وراها جابوا الجثة ديالو هنا للمغرب ودفناه هنا وحضرنا الجنازة ديالو. ومن تما تقريبا تقطعت علاقتنا بمرة مع جدة وعمتي. المهم انا كنت طلعت لافاك وهنا غادي نعاود لكم واحد الموقف اخر كان طرا ليا. ما انا كيف قلت لكم كنلبس الكحل بزاف. واحد النهار كنت جالسة مع واحد الكليكة في الجردة. راكم عارفين الناس ديال لافاك كيكونوا بحال هاد التجمعات. المهم جالسين كنهضروا حتى جبدوا الهضرة عليا وقالوا لي مالك ديما لابسة غير الكحل. وبقاو هادرين وهي تنقز وحدة فيهم وقالت ليهم يمكن راه فيها ميمون. وبقات كضحك وكضحك عليا الناس اللي باركين. ولكن انا ما ضحكتش. بقيت غير كنخنزر فيها وكنشوف فيها
حتى لواحد اللحظة عينيها غادي يوليو حمرين بزاف، وغادي تبقى تبكي تبكي غير بوحدها، والناس كيسولو فيها مالك مالك اش واقع عليك، وهي غير ما كتزيد في البكا. المهم هزوها داوها غسلو ليها وجهها وبقات باركة شوية، وفاش عاودو سولوها قالت ليهم باللي شافت الوجه ديال فلانة اللي هي انا ولا بحال راجل، وهما كيسحبوها غير كضحك وهي راه بصح، حيت كيف كنت قلت لك باللي فاش كيطلعوا فيا راني كنتبدل. وواحد المرة أخرى عاوتاني خارجة من لافاك هو يتبعني واحد السيد بجلابتو كيقول لي يا وقفي وقفي بغيت نهضر معاك. كانت عنده تقريبا شي 40 عام. وقفت ليه هو ينزل من الطوموبيل وجا لعندي وقال لي يا راه شفتك وعجبتيني وبغيتك للزواج. وانا نشوف ايدي ولقيتو داير 3 ديال الخواتم، واحد احمر وواحد كحل وواحد في الموف. قال لي يا الا قبلتي تمشي معايا لشي قهوة ونهضروا. قلت ليه لا انا ما مسالياش غدا لدارنا. قال لي صافي وريني داركم ونجي نهضر مع والديك. المهم بقى تابعني حتى عرف الدار وسول على الوالدة وعرفها بلي خدامة في الحمام. وهديك الساعة كانت عيات شوية وما بقاتش كتكسل البنادم، ولات مقابلة غير لاكيز. حتى دخل عندها وبدون مقدمات قال لها بغيت نطلب يد بنتك للزواج. الوالدة تخلعات، حيت الطريقة باش جا لعندها وطلب يدي منها ماشي عادية. المهم قالت لي بلي ما ارتاحتش ليه، وبقات كتقول لي كل نهار ما مسالينش ما مسالينش حتى مشى بحالو. ولكن بقى ديما كيتبعني وقال لي ما بغيتيش تزوجي بيا اجي غير نهضر. واحد النهار مشيت معاه لواحد القهوة وغير ريحنا كنهضروا وهو يجبد عليا حس الجنون. قال لي واش في خبارك انت راه عندك الجواد. قال لي الا بغيتي نحيد لك هذاك الميمون حيت راه خايب كيكون عند البنات حيت كيولي ليهم عاشق. ما حسيتش براسي حتى غوتت عليه وقلبت عليه الطابلة وقلت ليه الا باقي شي نهار تجي عندي غادي نقتلك. وانا عرفتو بلي كان باغي يتزوج بيا باش يخدم بيا في الشعوذة اللي كان كيدير. المهم هادي كانت قصتي عاودتها لكم وعاودت لكم كل حاجة دزت منها حتى قبل ما نتزاد. ولدابا راه باقي على نفس الحال، باقيين معايا هادوك الجنون وباقي كنمشي للحمام ونشعل الشمعة، وباقي اي حاجة حلمت بيها كتوقع، وباقي الا ظلمني شي واحد ولا دار لي شي حاجة كتوقع لي شي حاجة. الاخوان هنا كتكون سالات القصة ديالنا. كنتمنى تكون عجباتكم. تلاقاو في قصة اخرى، ومن هنا لتما نشوفكم على خير ان شاء الله.